عندي مجموعه ناس وعامله لهم ريتنج، الريتنج ده من 5 وعاملاه الريتنج ليهم بشرط بسيط جميل بالشكل ده. تعالوا نشوف عملناها ازاي هنا، بحيث ان الريت بتاعهم لو اقل من الثلاثة يطلع باللون الاحمر، اكبر من 3 يبقى الريت بتاعهم باللون الاخضر. هنيجي هنا، انا واخده كوبي للشيت ده هنا، وهنعملها بطريقه سهله. هنيجي هنا في السل الاولانيه علشان نعمل العدد التقريبي او بنقرب الرقم لاقرب عدد صحيح، هنستخدم الفانكشن اللي هي بتاعه راوند. تمام، وهنقول راوند المحتوى اللي موجود في السل دي بوينت كوما 0، وعلشان اوجد سيلينج او الحد الاعلى هنستخدم فانكشن اسمها سيلينج. تمام، وهنقول الحد الاعلى دي بنجيبها باني باخد البي 2 ناقص السي 2 كوما ال1، ونيجي هنا نحسب كام عدد الخلايا الامتي او الفاضيه. هنقول هنا ايكوال 5 ماينس السي 2 ماينس الدي، ونعمل انتر. هنيجي نعمل فلاش فيل بالشكل ده، اتطبق على كله، ونيجي نبتدي هنا في السل دي هننفذ الشرط بتاعنا. هنعمله بطريقه سهله قوي، هنقول ريبيت ايكوال ريبيت شارت. هنكرر الكاركتر، طبعا هي مش برسمه، هي باستخدام الحروف. الكاركتر بتاعنا اللي هنستخدمه اللي هو رقم 152. نقفل القوس، بعد كده هنقول كرر لي اللي هي على السي 2. تمام، and repeat. هنا هنكرر المرة دي الكاركتر اللي هو رقمه 186 كوما على الدي 2، ونقفل and. وعايزين الشكل بتاع الخلايا الفاضية تبقى بالكاركتر رقم 153. نقفل القوس كوما E2 اللي هي السيل E2، نقفل القوس ونعمل الانتر. هتطلع لي بالشكل ده. هنغير الفونت ونخليه ويندنج بين حرف 2. تمام، وبعد كده هنكبر بس كده. نيجي نعمل الكونديشنال فورماتنج مانيجينج رول، ومن هنا نحط نيو رول يوز فورمولا، ونيجي نقول انا عايزه المحتوى بتاع السيل اللي هي البي 2. طبعا ادوس على عايزاها من غير اي اس دولار ساين، مش مثبته، هتبقى بي 2 اكبر من التلاتة. نقول الفورمات بتاعتها تبقى باللون الاخضر مثلا، ونقول اوكي. ونيجي هنا نحط رول تانية يوز فورمولا، والرول التاني هيكون ان البي 2 برضو ندوس F4 3 مرات، والمرة دي هنخليها اللي هي في حالة اصغر من او يساوي التلاتة، ونخليها باللون الاحمر. اوكي، يبقى باللون الاحمر في حالة اقل من او يساوي التلاتة، باللون الاخضر في حالة اكبر من او اكبر من التلاتة. نقول اوكي، يلا بينا. الشكل ده اشتغلت معانا، جربوها اكيد هتنفعكم وهتعجبكم، طريقتها سهلة. ولو عايزة بس اظهر الريتنج دي واخفي بقية الحاجات دي مش مشكلة، نعمل هيدن الشارت قدام الريت على طول. جربوها اكيد هتعجبكم.